سلام الله عليكم. مرحبا بكم في قناة قصص واقعية. إذا كنتوا جداد معنا ما تنسوش لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا كنحكيو قصص وقعات في الحقيقة، بعضها مؤلم بعضها غريب، ولكن كاملين فيهم عبرة. قصة اليوم خاصة، ركزوا معايا ونبداو الجزء الثاني من قصة طريق المسكونة. إلا كنتي كتخاف من قصص الرعب راه هذا إحساس عادي، المخ ديالك غير كيحاول يحميك. وإلا حسيتي بالخوف حبس شوية وخذ نفس ورجع من اللي تكون واجد. المهم استمتع بالقصة وما تخليش الخوف يتحكم فيك. بقى حكيم وعثمان بوحدهم وسط الخلا، الدوار كامل هرب لديورهم ومع الظلام بزاف غير ضو القمرة شوية. بدات واحد العجاجة، هذاك اللي كان مقابل معاهم تما جاي قاصدهم متابعينه غراب وديب، وهما كيبكيو وكيقولوا كون غامشينا مع الجندارم يدونا للحبس ولا هاد الحالة. كيعيطوا للبزناز وعباس وعباس، والو ما كاينش اللي يجاوب. خونا قبيله فاش شاف الجندار علق، جا خونا اللي كان مقابل معاهم وقف عليهم، فيه اكثر من 2 متر في الطول وهز معاه شاقور وقال ليهم من اليوم غادي تولوا عبيد عندي، واللي قال لا ندبح بوه. دراري ما فاهمين والو، واحد شويه خونا خرجوا ليه جناح وبدا كيضرب بهم بصوت مرعب وطار. بهول الصدمه دراري كاين اللي بال في حوايجو، باقيين كيشوفوا فيه طير، حتى كيتفاجئوا بكثر من 100 قزام عندهم رجلين ديال الماعز وهازين العافيه قاصدينهم وكيقولوا كاملين كيقول سيدنا اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، كيقول سيدنا اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. انتوما غادي تمشيو معانا. كيتلفتوا بالصدمة حتى الشي عمرهم شافوه. كيلقاو 2 رجال عندهم عين وحدة هازين السلاسل ومعاهم 2 كلاب. هاد الكلاب ما عندهمش الملامح غير السنان، ربطوا لهم رجليهم ويديهم. الدراري هنا سخفوا ما بقاوش عقلوا حتى كيسمعوا واحد الغوتة كتنوض الميت من قبره. كتجيهم الفيقة كيلقاو راسهم مربوطين في شجرة وسط من روضة، وهذوك الأقزام كاملين مريحين فوق القبور ومقابلين معاهم. وكرسي كبير شاعل فيه واحد النور مريح عليه السيد اللي كان مقابلهم فاش مشاو الجندار مول الجنحين، باينه فيه هو القيد. هو اللي قال ليهم غادي تولوا عبيد ديالي. وفي الجنب ديالو المراه مولات الخمار اللي تبعاتهم الطريق كامله. والمصيبه الاكبر حتى السيد اللي عطاكم من الجندار كاين. نقز عثمان قال داك السيد الكبير ياك عمي حنا مضرين ياك، انت عارف القصه، ياك انت اللي عتقتينا من الجندار. الراجل ما كيهدرش واقف ساكت. هنا كيتاكدوا بانهم تقولبوا. الراجل الزوين حتى هو من الجن كون غامشاو مع الجندار اللهم الحبس ولا يباتوا من الاول مع البزنس. فاش قال لهم النوبه الاولى باتوا دابا فات الفوت وهما مربوطين بالسلاسل وكيبكيو وكيطلبوا، ولكن حتى واحد ما كيجاوبهم. واحد الوقيته غادي تما قاصداهم ديك المراه، وقفات تقابلت معاهم وجهها كيخلع. قربات الحكيم حدا وجهه، فمها خانز والريوق ديزين، الشعر مشعكاك ورجليها ديال الجمل وكبار. وقالت ليه انت غادي تتزوج بيا. اما عثمان قالت ليه انت غادي نقتل امك الا ما تزوجتش بحكيم. وخبرات اختفات ما بقاتش بانت. حكيم سخف، عثمان كيفيق فيه حتى كتجي واحد التصرفيقه من اللور راق بعد منه. شكون ضربو الله اعلم.
عثمان غيب وحكيم حتى هو مغيب. شوية كيسمعوا الزغاريد، كيحلوا عينيهم كيلقاو واحد خونا قد السخط، عنده سالف بحال ديال شاقيف جاي قاصدهم. فرقهم من السلاسل، كل واحد وسلاسلو، ولكن حكيم مبقاش مربوط. عثمان كيغوت كيقول لحكيم وحكيم وما تمشيش، ولكن ما كيسمعوش. كيريح حكيم فوق واحد القبر، كيدوروا عليه الأقزام، كيبداو يخووا عليه الماء وحتى ما زهر، وكيقولوا تاتو 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 تاتو، عاودوها بزاف هاد الكلمة. كيساليو وكيلبسوه لبسة بيضة، وكتجي واحد المرا شارفة ظهرها متني وداير عكاز، هازة زلافة ديال الحنة، وكتبدا تحني ليه، وكتشوف فيه عينيها حولين واش ما في سنطيحتها، وكتضحك. سالات غبرت فرمشة عين، بداو الزغاريت. عثمان ما بقى فاهم والو، فشل. هو يجلس يشوف وساكت، حيت واخا يهدر صوتو ما كيتسمعش وما يقدر يدير والو. وهي تخرج ديك المرة الخايبة اللي وجهها كيخلع، ولكن هاد المرة تيتيزة، شعرها طويل، الرجلين ما بقاوش ديال الجمل، رجلين ديال الغزال. هاد المرة الريحة واعرة جاية، وجايين معاها الخدم ديالها كتر من 100 جنية، كلهم عندهم جناوح وكاملين كيخلعوا. بداو الزغاريت وجلست حداه. عاودت رجعت الشيبانية، هزة زلافة ديال الحنة وبدات كتحني العروسة. كلشي فرحان إلا صحابنا. تخيلوا كاين كتر من 100 معزة مدبوحة ومحطوطة هكاك خضرة، كياكلوا فيهم بدمهم. عرس حضروا فيه كبار الجن، باشات ومعلمية كبار، ولكن الطغاة ماشي الشرفاء، رجال القوم الزناديق، حيت هاد الشي تعدوا. وبداو الأغاني والشطيح، الشراب غا مدفق، الأقزام خدامين كيسربيو في الضيوف، الدراري مصدومين ما فاهمين والو. واحد الوقيته غادي ينوض مول الجنحين، يوقف مصدوم، هو يهز يدو الفوق، كلشي جلس وسكت ما فهموا والو. هو يقول لهم وقفوا هاد الشاي، باقي كيهدر حتى كيبانوا 10 رجال صحاح منه. هو هازين السيوفة، وجا واحد الجوج، واحد هاز ميزان وواحد هاز مطرقة. الأقزام بداو كيغوتوا وهربوا دخلوا للقبورة لداخل. مهم نقز مول الميزان قال محكمة. القاضي هو مول المطرقة، هو يبدأ باسم الحق الذي يعلي ولا يعلى عليه. أبدأ الجلسة. انتوما قبيلة الحاج جعبوش تخيطوا بزاف، سكنتوا الناس في المقبرة، وليتو كتعرضوا الناس، وليتو كديروا بزاف الكسيد، نتوما سبابهم كتعداو على الشباب. غادي نفيكم للتلت الخالي إلا ما بعدتوش من هادوك جوج الشباب. غادي نديكم للمحكمة الكبرى عند سيدنا شمهاروش. هنا خوتنا غادي تبدا تغوت وتقول لا لا. الراجل الكبير ولا كيبان صغير، الهيبة مشات، خصوصا فاش القاضي قال ليه انت الشماتة ما بغيتيش تحشم. وقف وبدا كيتبخر حتى غبر. تلفت لمول الشاقور وقال ليه انت غادي تحكم عليك المحكمة بالنفي لإفريقيا، عمرك ترجع، وإلا رجعتي راك حكمتي على راسك بالموت، لأنكم نتوما تغيطوا، ما بقيتوش بغيتوا السلام. الدراري ما دايرين لكم والو، علاش درتوا لهم هكذا؟ وهي تبان واحد السيدة سبحان من خلقها، جاية طايرة
والنور تابعها. وقفات وقالت لوك جوج حلالف اللي عندهم عين وحده: حلوا السلاسل العثمان وربطوا راسكم نتوما، حيت حكيم ما مربوطش. جايبه معاه واحد الزيف ابيض شفاف، مسحات الحكيم وجهه وهي تطير ليه الحنه، وفاق من الصدمه. وعثمان حتى هو تعانقوا وفرحوا. واحد الوقيته بدا الغوات مع الصوت تاع الكلاب بالجهد، الكلاب كينبحوا، والغوات الاقزام، والشيخ اللي اعتقهم من الجندار، الشيباني اللي دوينا عليه تبخر، ومول الشاقور حتى هو، وخيبة السيفة والشارفة والجواري. قبيلة عبوش كاملة كتاكل في العصا من عند الجنود، حيت الجنود وصلوا باش يسلخوهم وينفوهم. واحد الوقيته كلشي غبر، ما بقى حتى واحد الا حكيم وعثمان والقمر اللي شاهد على هاد القصه. حالتهم بهدله، مريحين وسط الروضه، وبداو جايين كينقزوا في القبوره وكيقراو في القران، حتى خرجوا للشانطي وبداو جايين وكيقولوا: واش هذا حلم؟ وصلوا للمدينه مبهدلين، والموتور ما عرفوه فين بقى. مهم هما صحة سلام. صحابنا رجعوا لديورهم وعاودوا ليهم هاد الحكايه اللي هما براسهم ما مطيقينهاش، وحتى واحد ما مصدقهم. كلشي قال لهم: نتوما كثرتوا من البليه. هما بالفعل ولاو نورمال. من ديك الساعه الشباب ديالنا تاب، قطع الزطله ولا الصلاه والدين ما بقاوش عاودوا رجعوا لديك الطريق. وكانت هي هادي والتوبه. وفي الاخير هادي ماشي غير قصه، هادي واقع كيوقع كل نهار. خذ العبره ديالك وخليك ديما واعي في حياتك. الا عجباتك القصه ما تنساش دير لايك واشترك في القناه وفعل الجرس باش توصلك قصص جديده. ونتلاقاو في القصه الجايه اللي يمكن تكون قرب ليك اكثر مما كتصور.